الافكار اللي هقولك عليها النهارده في الفيديو خاصه بالمسح وبالغسيل وبكل حاجه موجوده في البيت عندك بتنجزيها في ثواني، حرفيا كده في ثواني. اهم حاجه تكون الحاجات اللي هقولك عليها دي تكون موجوده عندك، لان هي بالعربي كده هتكون ايديكي ورجليكي في البيت. مش هقولك بقى في المطبخ بس، لا ده انا هقولك في البيت كله. انا عايزه اقولك المنظفات دي لو موجوده معاكي وهقولك في ثواني هتعمليها. انا عايزه اقولك بيتك حرفيا كل يوم زي الفل بيبرق ريحته جميله. النهارده تعالي في الفيديو الجميل ده هقولك ازاي تبدأي يومك كده بالمنظفات الجميلة اللي احنا هنعملها النهارده. سهلة وبسيطة، مفيش اسهل من كده. من اول التواليتات والحمامات لغاية الريسبشن بتاعك بره هتلاقي كل الدنيا زي الفل عندك. سمي الله كده وصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا الفيديو النهارده انا عايزه اقول لك كده، انا مختصره لك فيه شويه منظفات اللهم بارك. هيجيبوا معاكي من الاخر، من المطبخ بقى للحمامات لكل حاجه زي ما فهمتك. ولكن انا عايزه اقول لك ده بالنسبه لست البيت اللي هي عندها مسؤوليات جامده جدا. طبعا كلنا عندنا مسؤوليات وعندنا التزامات، فطبعا بتصحي الصبح انت مش عارفه تبداي منين. وبسم الله الرحمن الرحيم كده كل يوم بيجي بالمشغوليات بتاعته والمسؤوليات بتاعته. يعني اليوم بيطير بيطير، بس احنا عايزين نعمل حاجات بقى تساعدنا، اللي هي تخفف علينا عبء طبعا التنظيفات والكلام ده. في اخت حبيبه كده ليا في المتابعين قالت لي انا عايزه حاجه للغساله الاوتوماتيك تنظف معايا الغسيل شويه. تعالي يا ست الكل كده هاتيلي كوبايتين من مسحوق الغساله الاوتوماتيك، عليهم معلقتين من الزهره البيضاء، عليهم معلقتين من ملح الليمون. انا بختصر لك القصه دي كلها ليه؟ عشان طبعا عايزه احاول على قد ما اقدر في الفيديو ده اجيب لك شويه حاجات كده هينفعوكي جدا في البيت وفي كل حاجه بتنظفيها. طبعا اول ما بفتح عيني بدخل على الغساله الاوتوماتيك ادخل عبوه غسيل الاول اللي هي مش نظيفه. فبحط طبعا مع كوبايه المسحوق معلقتين من الزهره لكل كوبايه معلقه من الزهره البيضاء، معلقه من ملح الليمون. انا هنا حطيت كوبايتين، اسحبي منهم براحتك بقى. يعني شوفي لو اكتر عبوه عندك متسخه او مثلا فيها بقع او اتساخات، حطي لها شويه كده من المسحوق اللي بقولك عليه ده، اللي هو عباره عن مسحوق الغساله، مع معلقه من الزهره البيضاء، مع معلقه من ملح الليمون. ده بالنسبه للكوبايه تمام. انا خدت كده كوبايه عشان هدخل عبوه عندي فيها تسخات برضو، فحبيت ان انا احط معاها. وطبعا اللي يهمني جدا في المشوار ده كله الموضوع بتاع الكلوروكس الالوان. ما ينفعش، انا طبيعتي انا كصاحبه القناه هنا، انا طبعا دايما بدخل العبوه بتاعتي ولازم احط معاها كلوروكس الالوان. سواء في الغسيل الابيض سواء في الغسيل الالوان بحط معايا، لازم احط شويه من كلوروكس الالوان جوه الغساله. ودايما لما بحط المسحوق بحطه زي ما حضرتك شايفه كده، في الغالب يعني ما بحطوش في الدرج. في الدرج ده بيبقى حالات نادره عندي بحطها، وحابه اقول لك عليها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. طبعا بحط زي ما انت شايفه كده، دي بتسهل معايا الدنيا جدا، بتخلي الغسيل انضف وريحته احلى. بحط كده المسحوق اللي انا حطيته وشويه الكلوروكس الالوان، وبشغل الدوره بتاعه الغساله. تمام كده. خلصنا من الغسيل، دخلنا الاوتوماتيك، خلاص خلصنا من الغسيل. تعالي بقى نشوف حاجه تانية. هنشوف ايه النهارده؟ طبعا انا عايزه منظف حلو جدا للسيراميك وللمطبخ وللبورسلين لكل حاجه موجوده عندي. طبعا انا حطيت نص كوبايه كده من مسحوق اللي هو الغسيل اللي هو صابون سائل المواعين، معاهم ملح ليمون معلقه، ومعاهم كمان نص كوبايه كده او ربع كوبايه من كلوروكس الالوان. انا عايزه اقول لك بقى الخلطه دي وانت واقفه كده زي ما انا بعمل كده اهوت. انا لما بكون مستعجله ما بحطش في عبوات، بشتغل على طول، لان طبعا في احيانا مبيبقاش عندنا وقت بقى نعبي في ازايز والكلام ده. جبت الفوطه كده زي ما حضرتك شايفه، وهبدا اروح بقى على الحاجات اللي انا عايزه المعها في المطبخ. انا بالنسبه للمطبخ دلوقتي هشتغل على المطبخ تمام. انا عايزه اقول لك الخلطه اللي انا عملتها لك دي هتشتغل معاكي في كل البيت، حرفيا في كل البيت. انا طبعا اول ما بمسك كده بجيب المطبخ من فوق لتحت. طبعا مش هقول لك بقى كل يوم هتعملي القصه دي، لو حضرتك تعبانه او مش قادره القصه دي ممكن تعمليها مثلا كل اسبوع مره كده. طبعا بجيب الفوطه وبمسح بالخلطه اللي انا مسحت بيها زي ما حضرتك شايفه كده، ببدا اشطف الفوطه تاني، اشيل بقى المنظف اللي انا عملته ده تاني من على الدواليب. هستعمله لايه كمان؟ عندك للسيراميك بتاع الحيطان، اللهم بارك، بيخلي الحيطان بتاعتك في حته تانية حرفيا. اللي هو طبعا يعني ما شاء الله ملح الليمون مع كلوروكس الالوان مع صابون سائل المواعين، وخففته بالميه. يعني عايزه اقول لك خففت كمان بالميه. ومسحي بقى بصي مطبخك من فوق لتحت كده، تحفه تحفه، حتى البوتاجاز. خرجت بيه بقى من المطبخ وطلعت بيه كمان على الريسبشن كده، بدأت امسح الارضيات، لان المنظف ده بنات انا من الحاجات اللي بموت فيها حرفيا في السيراميك وفي البورسلين في العموم. ما شاء الله اللهم بارك، بيدي لمعه حلوه جدا. وطبعا عايزه اقول لك اللهم بارك من غير ما اتكلم ولا اي حاجه، بصي كده تلاقيه كده بيلمع يومين ثلاثه ورا بعض تمام. فبمسحه زي ما حضرتك شايفه كده، بيدي لمعه حلوه جدا. طبعا بالموب او بالمساحه او بالخيشه بقى زي ما احنا بنقول المصريين. على حسب بقى كل واحده ايه، اكتبوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتسموها ايه تمام.
طبعا هتمسحي زي ما حضرتك شايفه كده. وطبعا انا عايزه اقول لك برده مسحت، يعني غسلت بيه حوض المواعين، يعني هو عايزه اقول لك منظف كده 70 في واحد، لان هو من الحاجات الجميله جدا انا ما بقدرش استغنى عنه. لما بيخلص عندي في الازازه ارجع اعمله على طول، حتى لو انا واقفه كده في دقيقتين زي ما حضرتك شفتي كده. شويه كلوروكس الوان على شويه ملح ليمون، والقصه خلصت بكمان شويه منظف المواعين ده، وانسي بقى الجمال بتاع المطبخ بتاعك، وانسي بقى البورسلين والسيراميك والحاجات القمر دي كلها بتروح معاكي حرفيا بتبرق. بصي الحوض بقى عامل ازاي، حاجه كده قمر القمر، حاجه قمر. شوفي بقى الجمال والحلاوه عامل ازاي، اللهم بارك بيلمع كده. تعالي بقى على الرخام، ومن الحاجات اللي ما ينفعش ابدا نسيبها كده من غير ما تبرق قدامي كده وتلمع، وما شاء الله تكون ما شاء الله يعني ما فيهاش دهون ولا فيها اي اتساخات. الرخامه، ولو عندك اي شويه دهون كده على الحيطان، المنظف دوت طبعا زي ما قلت لك برده من ضمن الحاجات اللي ما بقدرش استغنى عنها تماما. وكل ده على فكره عملته لك قبل كده في الفيديوهات السابقه. يعني ما شاء الله اللهم بارك يا بنات، حاجه كده تحفه. عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ملح الليمون والكربوناتو، وكمان معانا كلوروكس الالوان. الثلاث مكونات دولت هتبخيهم كده على الرخامة، طبعا بتخففيهم بشوية مية وفي بخاخة. البخاخة دي جنب ايديكي كده في المطبخ على طول بصفة مستمرة، حتى البوتاجاز هيخليهولك بيبرق كده. طبعا جبت برضو شوية من منظف كلوروكس الالوان اللي احنا عملناه في القناة قبل كده. ما شاء الله اللهم بارك يا بنات، في التنظيف ملوش حل. وطبعا اللي عايزه كلوروكس الالوان هقول لها على اللينك بتاع الكلوروكس موجود طبعا معانا في القناه، اللي عايزه ترجع له باذن الله، وان شاء الله قريب جدا هعمله لكم تاني. طبعا كلوروكس الالوان ده من الحاجات اللي انا ما بستغناش عنها، لا في تنظيفات ولا في الغسيل. ده ايدي ورجلي في المطبخ وفي الحمام. تمام. بتجيبي كده شويه وترشيهم على الارض زي ما حضرتك شايفه كده، وتبداي بقى تمسحي المطبخ بتاعك برضو بالكلوروكس بتاع الالوان. من الحاجات المهمه جدا على فكره، الحاجات اللي بقولك عليها دي حاجات يوميه، ما ينفعش ابدا ان احنا نتهاون فيها. طبعا المرايات بتاعت الحمام من الحاجات برضو المهمة، وبتبقى واجهة للحمام بتاعك، لو طبعا فيها اي اتساخات ما بتبقاش حلوة خالص ولا شكلها ظريف. طبعا هنا بجيب المنظف بتاعي، انا عايزه اقولك هنا بشوية خل وشوية سائل صابون المواعين، ودعاكي كده باي سبونش عندك خفيفة، وما شاء الله خديهم بالمساحة كده بتاعت الحوض. تمام. هيروح معاكي زي الفل. المنظف بقى بتاع الحمام اللي احنا عملناه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه برضو في صندوق الوصف بتاع الحمام ده. عايزه اقول لك في ايديا في كل حته في الحمامات عندي، اللهم بارك، بيوديه في حته تانية حرفيا. طبعا ده بترشيه وبتسيبيه شويه كده بيشتغل مفعوله على طول، وابداي ادعكيه كده دعكه خفيفه، واللهم بارك. طبعا الحمامات بالتواليتات ما ينفعش ابدا يعدي يوم من غير ما تتمسح ومن غير ما تتنضف وتتعقم، لان دي طبعا حاجات بتتعرض لها اولادنا، فما ينفعش ابدا نستهين بصحتهم تماما. فالمنظف اللي انا وريته لك دلوقتي ده طبعا انا عامله له فيديو قبل كده، لو حابين كل ده قولوا لي في الكومنتات، وانا هسيب لكم اللينكات بتاعت الفيديوهات ديت في صندوق الوصف. بجيب طبعا الحوض، اهم حاجه وانت بتغسلي وشك بقى الصبح كده وصحيتي وبسم الله الرحمن الرحيم، يعني شويه من المنظف قدام ايدك كده اللي هو بيبقى ده تحت ايديكي على طول، وشويه من المسحوق، اي نوع مسحوق موجود عندك، وما شاء الله كده هتلفي بالاسبونشه. خلاص خلصتيه، بعدها بتاخدي يعني تتوضي بقى وبتعملي اي حاجه وبتخرجي من الحمام وحمامك زي الفل مفيهوش اي حاجه. طبعا كمان من الحاجات المهمه جدا زي ما قلت لك، الارضيات ما ينفعش ابدا انك تتهاوني في نظافتها ولا تطهيرها، ده كل يوم. يعني الحمامات من الحاجات اللي كل يوم لازم تتنظف. ليه؟ لان طبعا ما ينفعش اولادنا يدخلوها وفيها اتساخات او فيها اي حاجه، طبعا لازم التعقيم والتطهير. وهنا بكل تلخيص وكل يعني انا يعني عملت لك ايجاز شديد جدا للفيديوهات اللي فاتت. وطبعا انا يعني المنظفات دي لو حابه انك تعرفي اي حاجه عنها، طبعا انا هكتبي لي في الكومنتات وهقول لك على كل حاجه. بكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى ان شاء الله، ويا رب كده على خير اشوفكم بخير، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.